Waouh! Regardez-moi ça là, regardez-moi ça. Tout est dévasté l'intérieur. On dirait une zone de guerre un petit peu. Hein. On dirait un petit peu une zone de guerre. Wow, regardez-moi ça les gars, il y a des bâtiments entiers qui sont tombés en ruine. C'est full déchet aussi. C'est pas une zone très entretenue, mais ça c'est impressionnant là. Toute la zone, on se croirait vraiment en zone de guerre. On va essayer d'aller checker un petit peu tout ça quoi. Oh, wow, c'est impressionnant. Tout a été détruit quoi. Salam. Salam. Ouais, et puis encore des gens qui vivent dedans quoi. J'ai l'impression il y a des vêtements qui sèchent là-haut. Oh ouais, là on est dans une zone. En fait on passe du coq à l'âne là avec le haut rang centre-ville qui a même pas 200 mètres. Et là on tombe sur des espèces de ruines. C'est impressionnant et triste à la fois en fait. Donc une si belle ville soit un peu laissée à l'abandon comme ça de ce côté-là, peut-être un quartier un peu plus populaire du coup. Mais encore des bâtiments détruits, mais là c'est vraiment impressionnant, tout est vidé de l'intérieur. Tu peux voir que là où il reste que quelques poutres. Là on va retourner sur la zone principale. Petit escalier super stylé juste ici là. Super stylé. Regarde-moi ça là. Bureautique secrétariat Access 2000. Ça doit pas dater il y a si longtemps que ça, du coup, vu qu'on n'avait pas trop de bureautique, je dirais avant les années 2000. Même c'est marqué Access 2000, donc j'en déduis aussi que ça date un peu de cette période. Puis waouh, regarde-moi ça à l'intérieur. Dinguerie quoi. للضغط على الدبلوماسية المغربية بمعنى أن هناك مساومات بدأت. لا يريدون من المغرب أن يكون قوة إقليمية في المنطقة. يعرفون جيدا بأنه داخل أوروبا هناك دول بدأت تقول بأن المغرب تفوق عليها في غرب إفريقيا، بأن المغرب استثماراته في إفريقيا فاتت هذه الدول. هذه كلها عناصر تبين تلك اللحظة التي اعتمدوا فيها على قضية واحدة تتعلق بشخص. طيب. لا تتعلق بالصحافة. طيب. وبنوا عليها قرار. ونعم حينما تتحدث عن مسألة توظيف مسألة أو قضايا حرية الرأي والتعبير في هذا السياق الذي ذكرت أنت محدداته الأساسية، الآن ما قراءتك القانونية والسياسية في هذا الموقف الآن بناء على مضمونه؟ القراءة القانونية أقول هنا ما قاله أحد الأعضاء من البرلمان الأوروبي لما أشار بأنه غير مسموح نهائيا للبرلمان الأوروبي أن يمسح قدميه، بهذه العبارة قال في العدالة أو القضاء المغربي. هذا خطأ قاتل في عمل البرلمان الأوروبي لما يعطي لنفسه صلاحيات لا توجد له لكي يتدخل في عمل القضاء المغربي. هذا غير مسموح به. أكثر من ذلك من الناحية القانونية على ماذا بنى على تقارير منظمات مطعون في مصداقيتها. أكثر من ذلك حالة واحدة تتعلق بالحق العام لا علاقة لها بالعمل الصحفي. كيف يمكن لبرلمان أن يبني على حالة لا زالت مطروحة أمام القضاء وفيها كل الضمانات ليتدخل في عمل مؤسسة قضائية مغربية؟ أعتقد بأن الأمر هو واضح، خطأ قاتل، والكثير من النقاشات كانت على هذا المستوى. هذه لحظة أخرى من المزاج اليسار الأوروبي يرتكب هذه الأخطاء القاتلة. وأعتقد بأن المغرب واضح أمامه قوة إقليمية. المغرب له سيادة ولا يسمح بتاتا للأوروبيين لهذا البرلمان الأوروبي بأن يتدخل في أمور هي من صلاحيته، من صميم الشؤون الداخلية للدول، وهنا أتحدث بميثاق الأمم المتحدة. دكتور عبد الرحيم منار سليمي، أنت تذكر التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية المغربي في لقائها أيضا مع المفوض السامي للسياسة الخارجية والأمن الأوروبي جوزيف بوريل، حينما قال بأن هذه الشراكة بغناها وبديناميتها المتسارعة هي تتعرض لمحاولات التشويش والتضييق عليها في المؤسسات الأوروبية.
كان هناك أيضا إصرار من الجانبين على حماية وتحصين هذه الشراكة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي. هل ما حذر منه وزير الخارجية المغربي قبل أسابيع هو ما يحدث الآن؟ وزير الخارجية المغربي في حوار في سنة 2021 حذر من هذه المسألة، بأن هناك أطراف تريد أن تورط مؤسسات الاتحاد الأوروبي في صراع مع المغرب، رغم أن الشراكة كما قال أحد أعضاء البرلمان الأوروبي، قال بأن اللبنة الأساسية في شراكة الاتحاد الأوروبي مع دول جنوب المتوسط هو المغرب، هو اللبنة الأساسية. ولكن هذه المسألة ستلاحظ بأنه منذ بداية الدورة الحالية للبرلمان الأوروبي 112 سؤال حول المغرب، 18 مشروع تعديل في سنة 2022، 4 القرارات في سنة 2022. ليس عاديا، هناك أطراف في مرحلة معينة يحكمها سياق هي تدفع إلى صراع بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي وضمنها البرلمان الأوروبي مع المغرب. وهذا بمعنى سنقول هنا من هو الطرف الخاسر؟ الطرف الخاسر ليس هو المغرب، الطرف الخاسر هو هذه الشراكة الاستراتيجية التي أرادها الاتحاد الأوروبي نفسه، وفيها العديد من المضامين. يعرفون جيدا بأن المغرب غير مجالات شراكات. المغرب الآن له شراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع بريطانيا، أقول هذه المسألة، مع دول في آسيا الصين والهند. إذن يعرفون جيدا بأن المغرب له توجه في السياسة الخارجية، والخطأ اليوم هو في الاتحاد الأوروبي، لأن الاتحاد الأوروبي بكل مؤسساته هو بات ضعيفا ولا يمكن أن يفرض شروطه على المغرب، ولن يسمح المغرب للأوروبيين بأن يتدخلوا في سيادته. لأننا اليوم، هذه قال وزير الخارجية المغربي منذ سنتين، المغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس، هذه واضحة. وتوجهات السياسة الخارجية المغربية هي واضحة أيضا. لنا سياسة خارجية مستقلة لا تقبل الضغط ولا تقبل المساواة. لماذا؟ لأننا قوة إقليمية، وأنا أوضح من داخل العلاقات الدولية لكي يفهم الكثيرون. التجارب تبين لما يكون هناك صعود لقوة إقليمية وهي المغرب اليوم، أطراف أخرى كانت مهيمنة وهي موجودة داخل الاتحاد الأوروبي لا تقبل بهذا الصعود، فتبدأ في عملية خلق هذا النوع من المشاكل. أولها بدأ منذ مدة، وهذه أحد مظاهرها، ولكن ارتكبوا خطأ قاتلا لما اعتمدوا على قضية معروفة بت فيها القضاء المغربي ولا زال المسطرة لا زالت جارية، قضية تتعلق بالحق العام ولا علاقة لها بممارسة الصحافة. لما يخرج المجلس الوطني للصحافة ويقول بأن هذه المسألة لا علاقة بالصحافة، بمعنى أن يصبح هنا بالنسبة للأوروبيين هل ستكون منظمات حقوقية مطعون في